اليوم سيعلن رسميا عن من سينظم كأس العالم 2030، ووفقا للتقارير الحالية فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يستعد للكشف عن اختيار العرض الثلاثي المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم هذه البطولة المنتظرة. يعتبر تنظيم كأس العالم 2030 حدثا تاريخيا بامتياز، حيث سيحتفل بمرور 100 عام على أول نسخة من البطولة، والتي أقيمت في الأوروغواي عام 1930. وعليه فإن العرض الثلاثي بين هذه الدول يحمل رمزية كبيرة، حيث يمثل تحالفا بين القارتين أفريقيا، المغرب، وأوروبا، إسبانيا والبرتغال، مما يعكس التعاون الدولي والتنوع الجغرافي الذي يحتمل أن يكون نقطة جذب هامة للبطولة. تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها 3 دول كأس العالم بشكل مشترك في تاريخ البطولة، كما أن هذا العرض يتضمن خططا طموحة لتطوير المنشآت الرياضية وتحسين البنية التحتية وتوفير تجربة فريدة للجماهير والفرق المشاركة. يهدف هذا التعاون الثلاثي إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها كل من المغرب، إسبانيا، والبرتغال، بما في ذلك الخبرات الرياضية المتنوعة والمرافق الحديثة التي ستساهم في استضافة المباريات في أجواء مميزة. إعلان اليوم عن فوز هذا العرض المشترك سيشكل نقطة تحول في تاريخ كأس العالم، مما يضع المغرب، إسبانيا، والبرتغال في صدارة الأحداث الرياضية العالمية، ويعزز مكانتهم على الخريطة الرياضية الدولية.